الميراث مش فلوس ولا بيوت ولا أراضي، الميراث أمانة من ربنا وميزان دقيق للعدل بين الناس. اللي بيظلم في الميراث يمكن يحصل على شوية مال، لكنه في الحقيقة هو خسر أعز حاجة، رضا ربنا ولمة العيلة. فاكرين إن الفلوس بتدوم، الفلوس بتروح وبتيجي، لكن اللي بيفضل بعد ما نمشي هو السيرة والسمعة الطيبة والعدل اللي بيخلي ولادنا يدعوا لنا بدل ما يفتكروا إننا كنا سبب في ظلمهم. الشرع قسم وعدل، وربنا قال تلك حدود الله. فخلوا الميراث باب رحمة، باب ستر، باب صلة رحم، مش باب للخلافات والمشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج أول مرة. بنشكر ضيفنا الكريم العالم الجليل أستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على وجوده معانا النهاردة وعلى الإضافات القيمة اللي وضحت لينا إن الميراث مش مجرد ورث، لكنه عبادة وامتحان لنفوسنا. استنونا في حلقة جديدة وموضوع جديد من أول مرة، يمكن تكون هي البداية الحقيقية اللي هتغير حياتك.